السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، أهلا وسهلا بكم. طبعا في هذه الحلقة غادي نحاول نقربكم من واحد الشخصية اللي دارت ضجة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ومعروفة اليوم والكل كيناقشها، وهي ظاهرة أندرو تيت. هذا الشاب هذا الملاكم والمصارع اللي عرف واحد الحياة نجوميه وعرف واحد البطولات كثيره جدا. هذا طبعا تحصيل حاصل، لكن اللي طبعا نستحضروه اليوم هو ان عنده متابعين واصبح مؤثرا من المؤثرين اللي عنده متابعات بالملايين. هذه المتابعات خلته انه يدخل في عمق الفلسفه الغربيه وبالتالي الفكر الغربي، بمعنى اخر انه خدا على عاتقه الدفاع على مجموعه القيم الانسانيه اللي حاول الغرب انه يقبرها وبالتالي يتجاوزها، وهي قيم الاسره، اعاده الاعتبار للاسره، محاربه المثليين، طبعا حارب كل ما يهدم الاسره، حارب كل ما يشجع على ظاهره الانثويه اللي دمرت المجتمع الغربي، متركات الحريه الفرديه اللي نشدت بها المؤسسات الغربيه عبر وسائل الاعلام الكبيره جدا، انها دمرت المجتمع الغربي، وبالتالي اصبحوا تحولوا الى عبده للشيطان، عبده للنزوات ديالهم، عبده للنفس ديالهم، وبالتالي هربوا على القيم الانسانيه الحقيقيه. وبالتالي هذا قربوا من الاسلام اكثر وخلاه يتعرف على الاسلام، بل اكثر من ذلك بعض الاقوال تقول بانه اسلم، بل يصرح وبعض الصور شوهد وهو يصلي ويقرأ القرآن إلى غير ذلك. هذه القيم أزعجت الغرب وأزعجت الإعلام الغربي والمؤثرين، لأن الغرب لا يهم أن تسلم أو تكفر إلى غير ذلك، لكن حينما تكون مؤثرا ولديك أتباع وتسلم وتحاول نشر قيم حقيقية، هي قيم الأسرة، قيم التسامح الحقيقية اللي في الإسلام، فبالتالي ستزعج الغرب وستقلبه رأسا على عقب، وهذا ما وقع. فقناة البي بي سي دارت مع حوار طبعا، وكانت فضيحة كبرى حيث أنها سجلت 38 دقيقة في الحوار، لكنها اقتصت وجعلت كل الأشياء التي تسيء لأندرو تيت طبعا هي التي تظهر، ولخصت الأمور في 12 دقيقة. لكن أندرو تيت كان ذكيا وسجل المقابلة لأنها كانت في بيته، وورط قناة إعلامية مثل البي بي سي في ورطة كبيرة جدا. الأتباع الذين يتابعون هذه الشخصية طبعا تأثروا وأصبحوا يتعرفون على القرآن وعلى الإسلام، وبالتالي هذا ما أزعج الغرب، لأنه وجدها تهمة يعني لإدخاله السجن، وربما كما قال أندرو تيت بأنه سيبحثون عن اغتياله. طبعا كشف مؤامرة الغرب بأن الغرب الذي يدعي الحرية بين قوسين ويدعي حقوق الإنسان ويدعي يعني العدالة إلى غير ذلك، فهو متقوقع حول أفكار معينة. حينما تخرج عن هذه الأفكار أو تحاول دحضها سيهاجمك الغرب بكل قوة، وتهمه موجودة وكثيرة جدا. سيقولون بأنك معادي للسامية، أو أنك تناصر الذكورية وتعادي المرأة، أو أنك ضد المثلية إلى غير ذلك من الأفكار ومن التهم الجاهزة اللي موجدها الغرب. وإذا كنا كنتذكروا كيف مرات المحاكمة ديال جوني ديب والزوجة ديالو كيف كانت ظاهرة الأنثوية كتغلب حتى على المحاكمات، وبالتالي الغرب كيعرف واحد نوع من التراجع على مستوى القيم. وهذا ما تحدث عنه حسن أوريد في كتابه أفول الغرب. اللي قرأ هذا الكتاب قد يطلع على مجموعة الأشياء، بداية إرهاصات نهاية الغرب والأفكار ديالو، لأنها تعمقت في الفردانية، تعمقت في الاستهلاك، تعمقت في حب الذات، تعمقت في إحياء الغريزة وجعلها عرضة سواء للإلحاد سواء للجنون سواء للمتاهات التي تسمى في نهاية المطاف حرية. طبعا الإسلام هو الحل في نهاية المطاف، لأن هذا ما قاله الغرب، وهذا ما قاله كثير من الملاحدة في نهاية المطاف الذين وجدوا أنفسهم يدخلون الإسلام، لأنه أدركوا في النهاية بأن الإسلام هو الحل وهو الوحيد الذي يؤسس مجتمعات انطلاقا من بناء الأسرة. من الأسرة هي الأساس، هي المستقبل، هي بناء الأمم. وبالتالي هاد أشباه المثقفين العلمانيين اللي بالغوا مع الأسف في تحريف بعض القيم المجتمعية العربية، طبعا يضربون في البخاري ويضربون في كل ما له علاقة بالإسلام. طبعا كشفوا وتبين بالملموس بأنهم إذا انتهوا من البخاري سيمرون إلى القرآن وسيمرون إلى أشياء أخرى، طبعا لتطبيق أجندة غربية طبعا يراد لها أن تدخل إلى العالم الإسلامي.
طبعا هذه الاشياء يجب الانسان ان يراها بعقل وبصيره، وبان الهجوم الاسلام منذ فجر التاريخ، والمسيحيين والغربيين يحاولون تدمير الاسلام بشتى الطرق، وظفوا الاعلام وظفوا كل ما المستشرقين وظفوا عبر التاريخ اشياء واساليب وقحه وقذره. واليوم باسم الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان والفيمينيست يعني الانثويه الى غير ذلك من الامور يحاولون اختراق المجتمعات العربيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك يجب ان نكون حذرين ونربي ابناءنا على القيم الصحيحه التي هي الاسره، والتي مع الاسف الكثير هذه الايام يحاولون بعض الساسه كوزير العدل مثلا للترويج لبعض الافكار مع الاسف التي هي مستقاه من الغرب والتي دمرت الغرب. لا نريد هذه النوع من الافكار. يجب الحفاظ على الاسره، ويجب على الحفاظ على كل القيم التي تبني الاسره وتحافظ عليها طبعا لتستمر مجتمعاتنا طبعا في رخاء وفي عزه، لان الاسلام اعز المراه واعز الرجل، والاسلام لم يساوي بين المراه والرجل بل عدل بينهما، وهذا هو الفرق بيننا وبين الغرب. شكرا على انتباهكم، والى اللقاء في حلقه قادمه بحول الله.